طب يا جماعة كده مبدئيا عايزين نركز في تاريخين، تاريخ 31 أكتوبر 2014 و1 نوفمبر 2017، يعني بعدها ب3 سنين ويوم، علشان احنا هنتشقلب في الأيام دي كتير. ويلا بقى نروح نشوف الفيلم ده بيقول ايه. القمر دي تبقى ايفري، واللي كانت واقفة في حفلة خطوبتها يوم 1 نوفمبر 2017، وواقف قصادها نوح اللي قاعد يسبل لها، وبتكلم ايفري المعزيم عن حبيبها اللي قابلته من 3 سنين، ونوح بيسبل أكتر قبل ما بنرجع فلاش باك 3 سنين يوم ما اتقابلوا سوا. واليوم ده تحديدا كان 31 أكتوبر 2014 لما شاف نوح ايفري في حفلة هالوين بعد ما عدى واحد وخبطها، فتعرفوا على بعض وفضلوا يتكلموا سوا وعرف حاجات كتير عنها. وبعد شوية زهقوا من الحفلة، فسألها نوح بتحب الجاز؟ فقالت له ده العشق طبعا، فوداها على المكان اللي بيشتغل فيه عازف بيانو وقعد يعزف وغنوا سوا. ولما شافت ايفري مكنة التصوير القديمة دي، قالت لنوح انها عايزة تتصور والمفروض انها تتمنى أمنية يعني يمكن تتحقق، ودخلوا يتصوروا سوا. وبعدها راح معاها على البيت وبيعجب بذوق بيتها وبلعبة البيبي فوت اللي عندها، وفضلوا يلعبوا بيها شوية. وبعدها راحوا كلوا الكورن فليكس وفضلوا يتكلموا عن كلية إدارة الأعمال اللي سابها وقرر يشتغل عازف بيانو، وهي قالت له إنها شغالة في الأعمال الخيرية وجمع تبرعات. فقال لها لا مش معقول، انت بجد ازاي بالروعة دي؟ ولسه هيقول لها do you love me، بس الصورة بتثبت وبنروح لحفلة الخطوبة وهي بتقول ودي كانت أحلى ليلة في عمري. وبنلاقي نوح ايه ده؟ مين الأخ؟ ده يبقى إيثن خطيب إيفري، ونوح هو مجرد صديقها، بس هو مش بيبقى شايفها صديقة، ونفسه بتجزع من المشهد الرومانسي اللي بين حبيبته وخطيبها، فبيدخل الحمام يرجع شوية وبتلحقه إيفري. ولما بتحس إنه مش طبيعي بتخرج تلاقي صاحبتها كاري اللي بتشتغل مصورة وبتصور أي حاجة قدامها، فبتخليها توصل نوح. وفي الطريق بيقول لكاري إن الحالة اللي هو فيها دي بسبب إنه بيحب إيفري وهي مش معبراه، وقال لها أصل أنتي ما تعرفيش الليلة اللي إحنا اتقابلنا فيها دي كانت ليلة في منتهى رومانسية. فقالت له لا مفيش اي رومانسية ولا الكلام ده. فقال لها نوح وانت عرفتي ازاي؟ قالت له ما انا كنت معاكم في الحفلة، بس اللي كان متنكر في صورة دكتور بيدي حقن جالي كان بيديني حقنة، عشان كده ما شفتنيش. المهم بيوصلوا للمكان اللي بيشتغل فيه وبيكون صاحبه ماكس هناك اللي بيحاول يعطف ويلطف مع كاري، وبيقول لها هاي انا ماكس. فقالت له وانا ماشية علشان انا ورايا تصوير بكرة في جنينة الفسطاط. فقال لها ماكس يا على الصدف، ده انا بشتغل في الشركة اللي بتطل على الجنينة دي. فقالت له عارفاها اللي كلها ناس متخلفين. قال لها بالظبط، وانا بقى نائب رئيس المتخلفين. المهم نوح بيقول لها لا انت مش هتمشي علشان انا لازم احكي حكايتي ولازم كلكم تسمعوها. فبيقول لهم اللي حصل لما قابل ايفري من 3 سنين، وبيجي على اللحظه اللي الصوره وقفت فيها، وكان فاكر ان هو هيقول لها do you love me وهي هتقول له do you، بس هي ما قالتش، وقالت له انا سعيده انك كسبت صديق عزيز. وبعدها خرج نوح في قمر عيش بعد ما حطيته ايفري في الفريند زون. فبيكمل كلامه وبيقول لهم انا قلت عادي هحاول معاها تاني يوم، بس ما كنتش اعرف انها هتقابل ايثن تاني يوم في السوبر ماركت لما جاب لها الكورن فليكس اللي ما كانتش طايلاه، واول ما شافته شافت فيه فارس احلامها. ايه ده طلع فارس بجد. وبيقول لي كاري طب انتي عارفه هي ليه راحت السوبر ماركت؟ علشان انا اتطفست وخلصت لها الكورن فليكس بتاعها زي اي طفل طفس بكرش، فراحت تجيب غيره. المهم بتمشي كاري وبيفضل نوح يشرب وبيفتكر لما قعدوا هو وايفري وتصوروا في الكاميرا القديمه، وبيدخل يتصور وبيتمنى أمنية وهو بيحط الكوين يمكن تتحقق. وبيقول لنفسه يا سلام لو يبقى عندي فرصة تانية وابقى الراجل اللي بتحبه ايفري. وبيغمض عينه وبيفتحها وبيلاقي نفسه على سريره وبيقوم ويلبس وينزل وبيدخل السوبر ماركت يطلب ريد بول. بس بيلاحظ من الجرايد ان تاريخ النهاردة 31 أكتوبر 2014، وده يبقى نفس اليوم اللي قابل فيه ايفري من 3 سنين. فبيتنح وبيسأل البياع ايه ده هو النهاردة ايه؟ فقال له النهاردة الهالوين. فقال له يا عم هالوين ايه ده خلص من كام يوم. طب احنا في سنة كام؟ قال له 2014. خير حضرتك. فقال له خلاص يا عم هات لي الريد بول بالتوت الازرق وخليني امشي. فقال له البياع ما هو ما فيش ريد بول اصلا بالتوت الازرق، هي الريد بول بس يعني. فقال لنفسه ده باين انه هيبقى ربراب طافح. وبيروح لماكس صاحبه اللي بيبقى لسه ما بقاش نائب رئيس المتخلفين وبيكون لسه موظف عادي في مرحلة التطبيل للمدير علشان يترقى، وكان بقى بيروح يجيب له الاكل والشرب وكده. فلما بيلاحظ ان نوح مش طبيعي بيقول له مالك يا ابني انت اتجننت؟ ما انا قلت لك اقول لرئيسي شغلك معانا هنا. ولما بيبص نوح من الشباك بيلاقي كاري بتصور ناس في جنينة الفسطاط، فبينزل وبيلاقيها بتصور العفاريت دول وبيقول لها ازيك يا كاري.
فقالت له هو انت تعرفني؟ وبيحصله صاحبه ماكس علشان حاسس انه مش طبيعي. فبيشوف كاري بيقول لها انا حاسس ان انا شفتك قبل كده. فبيفرح نوح انه ما طلعش مجنون، ولكن بيطلع ماكس بيعاكس كاري برضه يعني، وبيقول لها انا شفتك على الانستجرام، حتى اسمك. قالت له كاري متخلف، وشتمته برضه، حست ان هما مجانين. المهم بيدرك نوح وقتها انه الزمن رجع بيه لليوم اللي قابل فيه افري اول مره، وبكده هيقدر انه ما يخلص لهاش الكورن فليكس، فبالتالي مش هتروح تقابل الحصان، قصدي ايثان يعني. ومن دلوقتي هنشوف ازاي كل مره نوح بيحاول يغير في الماضي علشان تبقى افري حبيبته في المستقبل. بس يا ترى هينجح في كده؟ هنشوف. اول مره بيلبس الحته اللي على الحبل وبيعمل فيها اللوك الملزق ده وبيروح الحفله، بس بيلاقي كاري معاها، فعلشان يخلله الجو مع افري راح لدكتور حقن الجيلي ده وبيقول له معلش كابتن، في واحده هنا عايزه تاخد حقنه وطلبتك انت بالاسم. فقال له يا راجل، قال له مقام سيدي الحلي. المهم راح عمل فيها البطل وانقذ افري من الراجل اللي كان هيوقعها، واتبع معاها سياسه انا عارف عنك كل حاجه حتى اللي انت ما تعرفوش عن نفسك، لانه استغل المعلومات اللي عارفها عنها وقالها لها. وطبعا هي انبهرت لانه بالنسبه لها واحد غريب واول مره تشوفه. فبيفضل الوضع جميل وبيوديها نفس المكان وبيعزف وبيتصوروا في الكاميرا لحد ما برضه بتوصل لبيتها، ولسه هيقول لها do you love me بيلاقي كاري جت من بره واتعرفت عليه وقالت له مش انت المجنون اللي كنت مع المتخلف اللي جيت تتكلم معايا الصبح؟ فحصل شويه هبل هنا، وخد نوح علقه محترمه من كاري بالشجره دي. وتاني يوم بيصحى بيبقى فاكر نفسه انه كان بيحلم، وبيروح علشان يعتذر لافري وايثان على اللي عمله في حفله خطوبتهم، بس بيلاقي انهم مش عارفينه اصلا، لان طالما الماضي اتغير المستقبل كمان اتغير. فبيدخلوا ايثان البيت على انه صديق افري، بس لما افري بتشوفه فبتتجنن وبتقول له مش انت المتهرش اللي كنت عايز تهرشني انا وكاري من 3 سنين؟ فبترشه بالسلف ديفانس في عينه، وبتيجي كاري تضربه بنفس الشجره. عنيفه قوي كاري. ولما ايثان بيعرف انه متهرش بيضربه هو كمان، فبيسلك نفسه منهم بالعافيه وبيروح ويقعد يكلم نفسه اللي هو فيه يا جدعان، هو انا اتجننت ولا ايه؟ ولما بيشوف صورته اللي اتصورها مع افري وهو لابس البدله الملزقه عارف انه رجع بالزمن 3 سنين وان ده ما كانش حلم، بس لما الموضوع باظ في الماضي بسبب كاري اكيد هيفضل كده في المستقبل. فقرر يروح يتصور تاني في الكاميرا ويتمنى امنيه تانية، ويتمنى طبعا انه يرجع تاني لنفس اليوم بس من غير ما يعك الدنيا المره دي. فبيروح يتصور تاني، وفعلا بيصحى تاني يوم بيلاقي التاريخ 31 اكتوبر سنه 2014، وبيستعد انه يروح الحفله، وبياخد معاه المره دي صاحبه ماكس بصفته يعني مقطع السمكه وديلها. فقال له ماكس انه يتبع سياسه التقل صنعه وانا مش ممنعه. وفي الحفله بيلاقي كاري معاها، فبيقول نوح لماكس روح خد صاحبتها علشان يخلالي الجو. وفعلا بعدها بيتعرف على افري وبيتكلم معاها برخامته دي، ويضيق في عينه وهو بيكلمها مش فاهمه ايه علاقه التقل بضيق العين. فكانت هتمشي بس هو قال لها ثواني اجيب لنا حاجه نشربها. فبيروح يجيب حاجه يشربوها، وماكس بيقول له عملت ايه؟ اسكت صحيح البت صاحبتها دي صعبه قوي. هو ما يعرفش ان كاري مش طايقاه في جميع الازمان اصلا يعني. المهم بيقول له اوعى تديها المشروب كده، لازم تذلها شويه. فراح لها وقال لها لا انا مش هديك العصير الا لما تجاوبي على سؤالي صح. فشتمته وخدت منه العصير برضه وسابته. المهم بيخرج وراها وبيبقى جريء معاها شويه، فبيعجبها الشخصيه الشنكوتي بتاعته، وبيروح معاها البيت وبيلاقي الشجره الحزينه اللي كل شويه يتضرب بيها، فبيخبيها لا تيجي كاري تضربه تاني بيها. وبيصحى تاني يوم اللي بيكون 1 نوفمبر 2017، يعني بعد 3 سنين من احتساء الشاي. لا وبنلاقيه واخد لوك الشنكوتي فعلا بقى يا جماعه، اتطور في 3 سنين، وافري كانت معاه كمان. فمعنى كده انه دلوقتي هو اللي مرتبط بيها. بس يا ترى كده هيبقى حقق حلمه؟ لا، لان هيلاقي برضه ايثان في حياتها كصديق، وبيروح لها هو وكاري الصبح علشان يجروا شويه، وبيتحشر معاهم نوح في الجري ونفسه بيتقطع، وبيجي يعدي البتاعه دي فبيقع، فبتاخده معاها كاري علشان عندها في عربيتها اسعافات اوليه، وبيكملوا افري وايثان الجري. ولما بيروح يتكلم مع كاري بيعرف ان افري مش سعيده معاه، لانه من النوع اللي بيجي لها يقضي معاها يومين وبعدين يغيب 2-3، ما هو شنكوتي بقى يعني. فقال لها يقطعني، هو انا بعمل كده؟ اكيد غصب عني، انا بحب افري جدا ونفسي ابقى الراجل اللي هي بتتمناه. فقالت له انت بتشرب قهوه بكريمه فسامحني ما اقدرش اصدقك. فقال لها يا ستي كيفي كده، ركزي بس معايا وقولي لي هي افري عايزه ايه وازاي ابعد ايثان عنها. فقالت له يا عم ايثان ده صديقها اصلا. فقال لها امال ليه انا بحس ان في ما بينهم انجذاب على طول؟ قالت له من الاخر ان افري نفسها في حياه الاستقرار وانها تبقى مع حد ناجح ويحسسها بالامان. فطبعا بيروح بعدها للكاميرا علشان يطلب منها تاني انه يتغير للشخص المستقر الناجح اللي بتحبه افري. وكالعاده بيصحى يوم 31 اكتوبر 2014 وبيقرر يتبع سياسه شباب الجيل اوام جينا، فبيروح يشتغل مع ماكس زي ما
المكان بيقوله علشان يبقى إنسان مسؤول وعنده وظيفة، وبيروح الحفلة وبيتعرف على إيفري، وباقي اليوم بيمشي تمام لحد ما بينام وبيصحى بعد 3 سنين يوم 1 نوفمبر، وبيكون أخيرا يوم خطوبته هو على إيفري. بس بيلاقي نفسه بكرش، فبيقول أكيد الاستقرار والسعادة والمحشي هم اللي خلوني كده، وبيخرج يلاقي نفسه في فيلا شيك، وبتكون إيفري عايشة معاه وبتستعد ليوم الخطوبة، وبيعرف إنه بقى إنسان ناجح وغني، وبيروح شغله اللي اترقى فيه، وزمايله كانوا عاملين له احتفال. بس المنصب اللي اترقى له نوح كان نائب رئيس المتخلفين اللي كان بيحلم بيه صاحبه ماكس، وهو أصلا اللي اتوسط له علشان يعرف يشتغل في الشركة بالرغم إنه ما كانش مكمل في الجامعة، وتسلق عليه نوح وخد هو الترقية. فبالتالي لقى نفسه خسر صديق عمره ماكس، وبيروح بالليل علشان يحضر خطوبته، وبيكون إيثان برضه موجود، بس المرة دي كان قايم بدوره هو، دور الصديق اللي حبيبته بتتخطب قدامه وهو مش عارف يعمل لها حاجة. وبرضه إيثان بيشرب كتير وبيرجع، بس نوح هو اللي بياخده وبيوصله علشان هو الوحيد اللي عارف إيثان ماله. بس إيثان أصلا صرحه وقال له إنه بيحب إيفري، وده اللي خلاه يحصل له كده، وقال له أنا عارف إنه ما ينفعش أقول لك الكلام ده، بس أنا صرحتها وقلت لها إن أنا حسيت أول ما شفتها إننا لازم نكون مع بعض وإن في حاجة بتربطنا سوا. فسأله نوح طب لما قلت لها كده هي قالت لك إيه؟ قال له قالت لي يا ريتنا كنا في ظروف تانية. فبيفهم نوح من كلامه إن إيفري بتحب إيثان، بس مكملة معاه علشان استقرار أو تعود أو أي حاجة تانية غير إنها بتحبه. ولما بيروح بيلاقي كاري لأنها كانت عايشة معاهم لفترة، فاتكلم معاها وسألها هي إيفري ليه مش بتحبني؟ فقالت له هي مهتمة بيك جدا، بس ما اقدرش اقولك انه حب، وهي بتحاول انها تخلي جوازكو ناجح. فبيتأكد احساس نوح جواه، وبيروح علشان يتصور تاني ويرجع بالزمن، وبيقرر انه ياخد إيثان غصب عنه على الرغم ان إيثان اصلا ما كانش عارفه يعني، ويروح بيه لحفلة الهالوين علشان يتعرف على إيفري. وقال له انت تقف قدام الانسة دي وسيب الباقي على ربنا، وسابه وراح يتكلم مع كاري علشان يشغلها عن إيفري. وفعلا علشان القدر كاتب ان إيثان وإيفري هيكملوا مع بعض، التعارف بينهم بقى سريع جدا وبيكملوا سوا. اما نوح لما راح اتكلم مع كاري بيتفاجئ بشخصيتها وبحبها لموسيقى الجاز اللي علمته اصلا لإيفري، وكمان بيعرف ان لعبة البيبي فوت بتاعتها هي، يعني كل حاجة عجبته في إيفري هي اصلا بتاعت كاري. وبينام وبيصحى بعد 3 سنين وبيلاقي نفسه في بيت ومعاه ماكس. وطبعا موضوع الترقية اتغير لانه رجع للماضي من غير ما يروح يشتغل معاه اصلا، فبالتالي هما لسه اصحاب عادي. وبيعرف منه انه خلاص إيفري وإيثان بقوا مع بعض، وبيروح لكاري اللي فاكر انها ارتبطت بيه، بس هي كانت فضلت معاه لفترة صغيرة وبعدين رجعت لحبيبها اللي هو دكتور حقن الجيلي اللي ملوش اسم ده. فبيقرر يروح آخر مرة للكاميرا علشان يرجع لحياته بعد ما اتعلم الدرس، بس مش بيلاقي الكاميرا في المكان بتاعها. فبتروح له إيفري وبتقول له إن هي وإيثان اشتروها وادوها له هدية لأنه يبقى صديقهم الغالي. فبيروح للبيت علشان يتصور وبيسيب نفسه يرجع لحياته، بس المرة دي بيكون راضي عنها جدا وإنه مش هيغير أي حاجة فيها، وهيسيب حياته وحياة اللي حواليه يمشيها القدر، بعد ما تأكد إن إيفري ما ينفعش تكون حاجة تانية غير صديقة مهما عمل. وبيروح ليوم خطوبة إيفري وإيثان بعد لما بيقرر ما يغيرش حاجة في الماضي ويسيب كل حاجة لترتيبات القدر. وبيقابل هناك كاري وبيلاقي إنها مفركشة أصلا مع الدكتور وبتقرب منه من غير أي مجهود، وبيطلع قدره الحقيقي مع كاري مش مع إيفري خالص، وبيكمل معاها حياته والفيلم بيخلص. والحكمة بقى اللي احنا طلعنا بيها من المرمطة دي إننا مهما تمنينا يرجع بينا الزمن علشان نغير حاجة في الماضي عمرها ما تتغير، لأنه بيبقى قدر ونصيب. وحتى لو عندنا الفرصة نغيرها هنلاقي إن التغيير عمره ما هيكون في صالحنا، وهنتمنى نرجع للي ربنا كاتبهولنا. والحكمة بقى بتاعت الاستظراف وتقل الدم بتوعي جماعة لازم يبقى عندنا كرامة. لو حد مش بيحبنا ملهاش لازمة الفرهدة والتحايل على الموضوع علشان يمشي، اللي ما يحبناش ما نحبوش، معروفة. نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. إذا أعجبكم وتريدون المزيد من هذه الفيديوهات اضغطوا على زر لايك واخبرونا في التعليقات، ولا تنسوا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس لتكونوا أول من يتوصل بالفيديو القادم. نلتقي في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.